بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي الكرام المشاهدين في كل مكان، تحياتي وإعزازي لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما حبيت أعمل حلقة مجمعة عن معظم أغنياتي وأعمالي الغنائية اللي قدمتها على مدار مشواري الفني، حبيت أتكلم عن قصة كل غنوة من الأغاني دي، وأتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أن يوفقني في تقديم محتوى ينال إعجابكم. في البداية حابب أتكلم عن غنوة من أحب الأغنيات لقلبي، غنوة اسمها يا أهلاوية. الغنوة دي معمولة مخصوص للنادي الأهلي مع شوق كل الجماهير المصرية والعربية والإفريقية والعالمية. غنوة يا أهلاوية بتعبر عن مشاعر وأحاسيس وواقع احنا لمسينه من فريقنا العظيم النادي الأهلي، والحاجة ديت بالدليل، مش كلام بيتقال كده وخلاص، واقع احنا عايشينه، أخلاق، مبادئ، قيم. كل الناس دي أو كل العالم عارفة يعني إيه النادي الأهلي. عمر ما النادي الأهلي عمل حاجة إلا ما تكون بحساب وبتقدير وبإعزاز لكل شخص شارك أو مشارك في المنظومة الناجحة دي. غنوة يا أهلاوية عمل فني رائع بإذن الله. يعني أنا مش هتكلم عنه كتير، أنا بإذن الله أسيب حضراتكم تشوفوه وتحكموا انتوا بنفسكم. الغنوة غنوة يا أهلاوية، غناء المطربة نغم المصري، كلمات وألحان الشاعر الغنائي علي محمد علي، توزيع موسيقي لالا. شجعوا
أتمنى إن غنوة يا أهلاوية تكون نالت إعجابكم، وأقدم لكم تاني أعمالي الغنائية، غنوة رمضان للعالم. كنت طول عمري حابب أعمل غنوة لشهر رمضان، بس يكون الكلام مختلف عن اللي اتقدم قبل كده. والحمد لله رب العالمين، ربنا كرمني ووفقني بكلمات جميلة، وعبرت عن إحساسي في الأول وإحساس كل مصري أو كل مسلم في العالم. غنوة رمضان للعالم، فعلا للعالم كله. غنوة بجد فعلا تستحق المشاهدة من كل العالم، لأنها رمضان للعالم. فعلا كنت حريص إنني مفردات الغنوة أو كلام الأغنية يكون مختلف، ففعلا هتحسوا بالمعاني والكلمات إنها فعلا مش مقلدة لأغاني أو أعمال قبل كده اتعملت. غنوة بإذن الله يعني أسيبكم تشوفوها وحضراتكم تحكموا إن فعلا عمل مختلف، وعمل بإذن الله هيعيش لسنين وسنين. غنوة رمضان للعالم غنوة من كلمات وألحان الشاعر الغنائي علي محمد علي، وتوزيع موسيقي الأستاذ أشرف أبو حجر، غناء المجموعة نجوم ونجمات مصر. أسيب حضراتكم تستمتعوا بغنوة رمضان للعالم، ويا رب أتمنى أن هي تنال إعجابكم واستحسانكم. أرجع لكم بعد مشاهدة غنوة رمضان للعالم. بيزورنا شهري في السنة، قصدنا احنا كلنا، يا فرحنا سعدنا، احسن زاير عندنا. بيزورنا شهري في السنة، قصدنا احنا كلنا، يا فرحنا سعدنا، احسن زاير عندنا. بمحبة هو يضمنا، كأنه واحد مننا، نور وسماحة في وشنا، نطلع حلوة متمكنة. أيام 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 رمضان رمضان، أيام 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 رمضان رمضان. قوم 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 قوم، صوم 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 صوم، قوم 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 قوم، صوم 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 صوم. رمضان للعالم كله، كله قام حضر له. رمضان للعالم كله، كله قام حضر له. كل الفوايد منه لازم طبعا توصله، عتق ورحمة ومغفرة،
أندم ناس مستهترة في الخير ما بتستغله. رمضان صوم وعبادة تبان فيه الإرادة. رمضان صوم وعبادة تبان فيه الإرادة. الروح الحلوة موجودة مع القرآن والطاعة، فيه بيكتر الالتزام تفوض بنعمة الإسلام. حاجة مش محتاجة كلام، العزة في طوب البساطة. أيام 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 رمضان رمضان رمضان. أيام 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 رمضان رمضان رمضان. قوم 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 صوم صوم صوم. قوم 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 صوم 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 صوم. أعزائي المشاهدين، أرجع لكم من تاني بعد ما شفنا غنوة رمضان للعالم، والغنوة اللي بعد كده غنوة أحلى الأعياد. غنوة أحلى الأعياد ديت لها قصة. بعد ما قدمت غنوة رمضان للعالم، الأستاذ الموزع الموسيقي أشرف أبو حجر اتصل بيا وقال لي عاوزين نعمل عمل للعيد. فبصراحة لما كلمني قلت له بصراحة أنا ما عنديش كلمات للعيد، بس بمجرد إنني يعني نهيت المكالمة معاه، أو المكالمة اللي حصلت ما بيني وما بينه خلصت، بعدها بدقيقة على طول الحمد لله رب العالمين مسكت بدأت أسجل كل ما هو يخطر ببالي، والحمد لله رب العالمين طلعت غنوة معبرة عن العيد وفرحة العيد للمسلمين أجمعين وفي كل العالم برضو. الحمد لله رب العالمين عمل طلع رائع. وما طولش على حضراتكم واسيبكم تشوفوا العمل الغنائي غنوة أحلى الأعياد. أحلى الأعياد كلمات وألحان الشاعر الغنائي علي محمد علي، توزيع موسيقي الموزع الموسيقي أشرف أبو حجر، غناء المجموعة نجوم ونجمات مصر. أسيب حضراتكم تستمتعوا كالعادة بهذه المجموعة التي أقدمها لكم وأغنية أحلى الأعياد.
مرضية. ناس بتصلي في جوامع، ناس في ساحات وشوارع، ناس بتعدي وبتصافح، ناس بتنسى المواجع. يا ولادي يا ولادي يا ولادي يا ولاد، اهو فات شهر الامجاد. يا ولادي يا ولادي يا ولادي يا ولاد، اهو جانا العيد احلى الاعياد. أحلى حاجة وفرصة، العطف جوانا بيرسى. مع الجار نقعد خمسة، عمر القلوب بينا ما تنسى. الفرحة فيه مش لحظة، دي شجرة حب والطرحة بتاخد منها كل الناس أحلى إحساس وبترضى. يا ولادي يا ولادي يا ولادي يا ولاد، فات شهر الأمجاد. يا ولادي يا ولادي يا ولادي يا ولاد، أولاد العيد أحلى الأعياد. يا ولادي يا ولادي يا ولادي يا ولاد، فات شهر الأمجاد. يا ولادي يا ولادي يا ولادي يا ولاد، أهو فات شهر الأمجاد. يا ولادي يا ولادي يا ولادي يا ولاد، أهو جانا العيد أحلى الأعياد. يا ولادي يا ولادي يا ولاد، أهو فات شهر الأمجاد. يا ولادي يا ولادي يا ولاد، أهو جانا العيد أحلى الأعياد. ورجعت لكم من تاني أعزائي المشاهدين والمتابعين لقناة الشاعر علي محمد علي فور ميوزك. الغنوة اللي بعد كده لمطربة يعني كان عمل جديد عليها، لأنها مطربة غير مصرية، مطربة عربية، وأول يعني تقريبا أول مرة تغني باللهجة المصرية، وكان في تحدي جميل ليها وللمشاركين في العمل. الغنوة ديت بتعبر عن مشاعر المرأة تجاه من تحبه أو من تشاركه. فالغنوة بتكلم حبيبها أو زوجها أو ونفسها في حاجات بتطلبها منه، وبتتمنى ان هي تكون موجودة بينهم عشان تستمر الحياة بينهم. والحمد لله ربنا اكرمني كالعادة، الحمد لله بتوفيقه، وعملت غنوة اسمها متغيرة. غنوة متغيرة غناء المطربة راما، كلمات وألحان الشاعر الغنائي علي محمد علي، توزيع موسيقي الموزع المبدع أشرف أبو حجر. أسيب حضراتكم تستمتعوا بأغنية متغيرة، وارجع لحضراتكم من جديد بإذن الله.
ما تقفليش كده على واحدة، انت منين تلاقي واحدة حنانها دايم ومسامحة عالحبايب باقية. ما تقفليش كده على واحدة، انت منين تلاقي واحدة حنانها دايم ومسامحة عالحبايب باقية. ما كانتش دي يعني غلطة قلبتها زعلة وورطة، ما كانتش دي يعني غلطة قلبتها زعلة وورطة. طلعت مني غصب عني مش ضعف اقولك اسفة، طلعت مني غصب عني مش ضعف اقولك انا اسفة. الحياة عايزة مشاركة، خلي النية كده سالكة. الحياة عايزة مشاركة، خلي النية كده سالكة. لو تعدي وترضى اهدى ما تقلبهاش عركة. لو تعدي وترضى اهدى ما تقلبهاش عركة. ايامي من غيرك صعبة متغيرة طبعا عارفة، ايامي من غيرك صعبة متغيرة طبعا عارفة. حاسة بضيقة وخنقة صعبان عليا العشرة، حاسة بضيقة وخنقة صعبان عليا العشرة. انا ياما ياما استنيتك سايق في التقل وما نسيتك، ياما 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 استنيتك سايق في التقل وما نسيتك. تعال هنا يا عمر بيتك وبلاش شغل المعاندة، ما تيجي هنا يا عمر بيتك وبلاش شغل المعاندة. ما تقفليش كده على واحدة، وعالحبايب باقية. ما تقفليش كده على واحدة، انت منين تلاقي واحدة حنانها دايم ومسامحة عالحبايب باقية. ما كانتش دي يعني غلطة قلبتها زعلة وورطة، ما كانتش دي يعني غلطة قلبتها زعلة وورطة. طلعت مني غصب عني مش ضعف اقولك اسفة، طلعت مني غصب عني مش ضعف اقولك انا اسفة. ما كانتش دي يعني غلطة قلبتها زعلة وورطة، ما كانتش دي يعني غلطة قلبتها زعلة وورطة. طلعت مني غصب عني مش ضعف اقولك اسفة، طلعت مني مش ضعف اقولك انا اسفة. انا اسفة. ورجعت لحضراتكم من جديد أعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان. الغنوة اللي بعد كده لها قصة غريبة بجد، قصة غريبة لأنها مش لمطرب، ده إنسان بسيط عادي من منطقتنا، فهو شايف في نفسه حاجة فحب يكلمني أو كلمني أكتر من مرة، عاوز أعمل حاجة، عاوز أعمل مش عارف. قلت له ماشي. فالحمد لله عملت له الغنوة بعد فترة، يعني بعد فترة إلحاح عملت له غنوة هي يعتبر متفصلة عليه. الغنوة بكل بساطة
بتعبر عن شخص بسيط في حياته. فكل كلمة كانت في الغنوة ديت كانت بتعبر عن هذا الشخص، وهذا الشخص نموذج لكل شخص بسيط في الحياة. فكانت غنوة أنا البسيط، غنوة أنا البسيط، كلمات وألحان الشاعر، ما غلطتش المرة دي، كلمات وألحان الشاعر علي محمد علي، توزيع موسيقي حدوتة برودكشن دي الشهرة، لكن اسمه الأستاذ إبراهيم أبو زيد. أهم حاجة للمؤدي وليس المغني، بس إنسان مجتهد وربنا يوفقه إن شاء الله، أداء غنوة أنا البسيط لأبو عريضة. أبو عريضة دي الشهرة بتاعته، وهو اسمه مصطفى الوكيل. أسيب حضراتكم تستمتعوا بغنوة أنا البسيط بكل بساطة وبدون ألاطة. تحياتي. بدون حوارات، بدون متاهات، بدون تخبيط، أنا البسيط مش عويط، بفرح وسيط. بدون حوارات، بدون متاهات، بدون تخبيط، أنا البسيط مش عويط، بفرح وسيط. عندي طموح مش أنزوح، كتاب مفتوح ليا صيت. مواهب كتير، قلبي كبير، واللي غير يلبس في الحيط. عندي طموح مش أنزوح، كتاب مفتوح ليا صيت. مواهب كتير، قلبي كبير، واللي غير يلبس في الحيط. بدون حوارات، بدون متاهات، بدون تخبيط، أنا البسيط مش عويط، بفرح وسيط. نص فرصة يا دنيا عكستين، إني نقلة في المظبوط، بدون مشاكسة ولا معاكسة، يا ناس يا حاسة على التخطيط. نص فرصة يا دنيا عكستين، إني نقلة في المظبوط، بدون مشاكسة ولا معاكسة، يا ناس يا حد على التخطيط. بدون حوارات، بدون متاهات، بدون تخبيط، أنا البسيط مش عويط، بفرح وسيط. ياللي سامع هبقى لامع، خليك متابع انت الوسيط. قابل في الشارع تقول ده بارع، نجمه طالع ولسه بسيط. ياللي سامع هبقى لامع، خليك متابع انت الوسيط. قابل في الشارع تقول ده بارع، نجمه طالع ولسه بسيط. بدون حوارات، بدون متاهات، بدون تخبيط، أنا البسيط مش عويط، بفرح وسيط.
بدون حوارات، بدون متاهات، بدون تخبيط. انا البسيط مش حويط، بفرح وسيط. ورجعت لحضراتكم من جديد أعزائي المشاهدين والمتابعين لقناتي على اليوتيوب. الغنوة اللي بعد كده غنوة جديدة في كلماتها وفي صياغتها. غنوة برضو بتتكلم عن مشاعر المرأة أو موقف المرأة تجاه من يحاول أن يقترب منها مهما كان. فالحمد لله رب العالمين كالعادة برضو عملت غنوة جميلة اسمها إيه الجديد، وفعلا هتلاقوا كلمات جديدة برضو كالعادة. إنني ببقى حريص إنني أعمل صياغة لكل غنوة، ما قلتش أي حد، يكون الكلام جديد والفكرة جديدة. وكانت أغنية إيه الجديد. إيه الجديد غناء المطربة نغم المصري، كلمات الشاعر علي محمد علي، ألحان أحمد علاء، توزيع موسيقي لالا. ايه الجديد عندك يا بيه؟ كل شوية ترني ليه؟ ايه الجديد عندك يا بيه؟ كل شوية ترني ليه؟ ليه مصر انك تزني؟ انت عاوز مني ايه؟ مشغولة يا سيدي ومش فاضية، ومعايا حبة حكاية، وابصم لك بالعشرة وماضية ان انت بتاع حوارات. مشغولة يا سيدي ومش فاضية، ومعايا حبة حكاية، وابصم لك بالعشرة وماضية ان انت بتاع حوارات. ما تفكك من حركاتك دي وتوفر على قلبي اللي انا فيه. ما تفكك من حركاتك دي وتوفر على قلبي اللي انا فيه. لا تشوف لك غيري وتتوكل، انت هتتعبني معاك على ايه؟ ايه الجديد عندك يا بيه؟ بقلبي يا بيه، ليه انت بعت وجيت عليه؟ كنت معاك وبقلبي يا بيه، ليه انت بعت وجيت عليه؟ قلبي كان طيب بجد وكان معاك مضحك عليه. هقفل لك قلبي ومش هفتح، فبلاش تتعشم بزيادة، عشان انت هتفشل مش تنجح، وده كله طبيعي وكالعادة. هقفل لك قلبي ومش هفتح، فبلاش تتعشم بزيادة، عشان انت هتفشل مش تنجح، وده كله طبيعي وكالعادة. ما تفكك من حركاتك دي وتوفر على قلبي اللي انا فيه. ما تفكك من حركاتك دي وتوفر على قلبي اللي انا فيه. لا تشوف لك غيري وتتوكل، انت هتتعبني معاك على ايه؟ ايه الجديد عندك يا بيه؟ كل شوية ترني ليه؟ ايه الجديد عندك يا بيه؟ كل شوية ترني ليه؟ ليه مصر انك تزني؟ انت عاوز مني ايه؟
ورجعت لحضراتكم من جديد بعد ما شفنا او شفتم غنوة ايه الجديد. الغنوة اللي بعد كده بإذن الله هقدمها لكم غنوة فيها شجن وبتعبر عن الناس اللي ما بتسيبش الناس في حالها، الناس اللي بتبقى راضية بنصيبها، والناس اللي ده مدخلة نفسها في حياة الناس وشايفين كل عمل بيعمله الغير غلط، وهم لو عملوا نفس الحاجة بتبقى صح. يعني لو غيرهم عمل حاجة بشايفينها هم غلط، هم بيعملوا نفس الحاجة بس هي بتاعتهم هم شايفينها صح، شايفين غيرهم غلط وهم الصح في كل حاجة. فكانت غنوة رضينا بالهم، غنوة رضينا بالهم لفنان من المنصورة بلديات يعني. الغنوة غنوة رضينا بالهم غناء المطرب عاطف المنسي، كلمات وألحان، كلمات فقط، كلمات خدت على كلمة ألحان، كلمات الشاعر علي محمد علي، ألحان المطرب والملحن حسام البرنس، توزيع موسيقي بسم الله الرحمن الرحيم، الموزع أحمد رزق. معلش الاسم كان راح من على بالي شوية. أسيب حضراتكم تستمتعوا بغنوة رضينا بالهم وارجع لحضراتكم من جديد. كل حاجة تيجي منكو تكون لها قيمة، تيجي منا مش محسوسة، بسيطة وعديمة القيمة. طب نفهم فهمونا ليه دايما جايين علينا؟ قالوا رضينا بالهم والهم مش راضي بينا. يا ريت بقى تنسونا وتفوقوا من الأوهام، واحنا ليه شغلينكم ايه سر الاهتمام؟ يا ريت بقى تنسونا وتفوقوا من الأوهام، واحنا ليه شغلينكم ايه سر الاهتمام؟ البعد ليه مضايقكم؟ ما تصحوا من الأحلام. صبري أيوب صبرنا مش نافع معاكو كلام.
يكونش طار وبايت وتفرحوا لي زعلنا. اول ما عرفناكم كرهتونا في هدومنا. ما يكونش طار وبايت وتفرحوا لي زعلنا. وكل ده ومتداري ولا كنا واخدين بالنا. البعد عنكو غنيمة، يا ريت تسيبونا في حالنا. عدينا علينا أنفاسنا منين ما رحنا وجينا. الحاجة اللي بتفرسنا وتفرحكوا قوي كده فينا. عدينا علينا أنفاسنا منين ما رحنا وجينا. الحاجة اللي بتفرسنا وتفرحكوا قوي كده فينا. من برا برا ملايكة وسنين مرار سقيتونا. قالوا رضينا بالهم والهم مش راضي بينا. ورجعت لحضراتكم من جديد أعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان. تقريبا آخر غنوة هتكلم عنها في الفترة دي غنوة أشوف ضحكتك. غنوة بتعبر عن أنانية المحب لحبيبه. يعني وصلت ان اللي بيحب شخص بيتمنى ان هو يشوف ضحكته، بس ما تكونش الا له هو فقط. عايز الضحكة تكون له لوحده. اناني في حبه، واللي بيبقى اناني في حبه بيبقى عايز اللي هو بيحبه يكون ملكه، او هو حاسس ان هو ملكه في كل شيء. فكانت غنوة أشوف ضحكتك الغنوة غناء المطربة نغم المصري، كلمات الشاعر علي محمد علي، ألحان أحمد علاء، توزيع موسيقي لالا. أسيب حضراتكم تستمتعوا بآخر غنوة في هذه الفترة أو في هذا اللقاء اللي بقدمه لحضراتكم، غنوة أشوف ضحكتك، وارجع لحضراتكم من جديد. بشوف انا ضحكتك وما احبش غير اشوفها. يا سلام على رقتك والنظرة اللي بتحدفها. قلبي ملوش في المسكنة وعيني اديك وشايفها. لو تعرف مين انا اللي جنابك عارفها. نتكلم في الجديد اسمع مني المفيد. معزتك يا ولا بتزيد ومشاعر انت اللي خاطفها. حالي ما انا مهما حاولت اداري مشاعري
ورجعت لحضراتكم أعزائي المشاهدين والمتابعين الكرام في كل مكان. ودي وصلنا لنهاية لقائنا، والحمد لله رب العالمين. يا رب أتمنى من ربنا أني أكون وفقت في تقديم محتوى خفيف على قلوبكم، وأكون ضيف خفيف على قلوبكم، ويا رب ارزقني القبول ويكتب لنا النجاح لينا جميعا. أحب أشكر كل من شارك معي في كل أعمال الغنائية، سواء مطربين أو ملحنين أو موزعين أو من ساهم في كل أعمال الغنائية ولو بجزء بسيط. طبعا مش هخص أسماء أو أي شخص باسمه. الشكر طبعا لهم جميعا، ويا رب زي ما قلت أكون وفقت في تقديم محتوى ينال إعجابكم بإذن الله. تحياتي الشاعر والملحن علي محمد علي.